حياكم الله. اتفاقية بين سوريا وبين الكيان، اتفاقية أمنية. نعم، هلأ خلال 9 شهور كانت هي الاتفاقية لكن كانت تحت الطاولة، الآن صارت فوق الطاولة وصارت واضحة وجلية وعلنية كمان. نعم، نحن مع هي الاتفاقية قولا واحدا. نعم، هي الاتفاقية بتضمن 100% عدم تدخل الكيان أو غيره بالشأن السوري. لكن مو هون المشكلة، لا 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 أبدا مو هون المشكلة. المشكلة عند هدول يلي طالعين عم ينبحوا اتفقتوا، عملتوا، طبعتوا، سويتوا. ولك حبيبي، يعني انت شفتنا نحن يلي اتفقنا مشان نحمي سوريا وما شفت حالك لما رفعت علمون؟ ما شفت حالك لما انت راضخ الون؟ قولا هيك راضخ بكل شيء، مسلم رافع النمرة ورافع الأربعة الون عادي. انا ما شفت اكثر من هيك اغبياء بصراحة، يعني اخصامنا قمة في الغباء. اي والله. قال في مثل، مو مثل، هو بيت شعر بيقول لك: يعظ الناس ولا يتعظ، متى تلحق بالقوم يا لكع، أيا حجر السن أما تستحي، تسن الحديد ولا تقطعي. أنا أكثر من قلة حياكم أنا ما شفت. يعني أنتوا شايفيننا وعم تعايرونا بهي الاتفاقية وما انكم شايفين حالكم يلي رافعين علم الكيان 24 ساعة ويلي عم تدعوا للكيان انه يجي يحتل سوريا. يعني انت ايش هي قلة الحياة يلي عندكم؟ كم انتم قليلين شرف صراحة جدا. نحن مع هي الاتفاقية اكيد يلي عن جد بتضمن سلامة سوريا وتطور سوريا ووحدة سوريا. نعم، ونحن بنعرف انه كل هي الاشياء يلي عم تصير بسوريا هي وراها الكيان مشان توقع هي الاتفاقية. طيب عمي، نحن نختصر المشوار ونوقع. حياك الله، حياكم الله. وعاشت الجمهورية العربية السورية حرة أبية، وعاش الشعب السوري. نعم، بس الشعب السوري. حياكم الله.